نورتيني ونورتيني معاك ياسمين. النهارده جايه بقى اعمل لك ريفيو على كل منتجات تويست اند جو. طبعا الماركه دي ماركه مصريه 100%، وكل اللي بيحتاجه شعرك، كل حاجه، المكونات نفسها تجنن. كل اللي بيحتاجه شعرك وبشرتك وجلدك قد ايه بيهتموا بالتفاصيل، وانت بنفسك هتشوفي الفرق وتلاحظي لما تجربي. طبعا انا بشتريهم بس في العروض، انا ما بشتريهمش كده في الاوقات العاديه. لما بيعملوا عرض بروح اشتري، لان الحاجه لوحدها 700 وحاجه، 500 وحاجه، المنتج لوحده تخيل الاثنين مع بعض دول ب 500 جنيه. فطبعا هشتريهم، وجربت من عندهم كل انواع المنتجات للشعر، وجاي اعرفك على كل منتج وبيعمل ايه بالظبط ومكوناته ايه بالظبط والنتيجه كمان بعد قد ايه. لو انت اول مره تتفرجي عليا اعملي بقى لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا نبتدي باول منتج. واول منتج طبعا انا بعشقه بحبه، هتكلم على بحبهم قوي قوي واللي بجيبهم على طول. اول حاجه الهير ماسك ده او حمام الكريم ده، خطير، حلو قوي للشعر التالف والبايظ والهايش والسابغ، واللي عامل بروتين واللي عايز يطري شعره. بيطر الشعر جدا جدا وبيحسنه في وقت قصير جدا، يعني من تاني مره تلاقي شعرك ده ناعم والهيشان راح والتقصيف راح. وبيرطب الشعر ترطيب مش طبيعي مش طبيعي. انا هقول لك دلوقتي المكونات اللي فيه عشان انت كده لازم اقول لك ايه، لازم تتخضي زي ما انا اتخضيت، لان انا الفتره اللي فاتت قعدت اقرا ايه اللي بيجيب نتيجه للشعر. في مواد اساسيه في جسمنا لازم تكون في المنتجات اللي احنا بنستعملها اللي تغذي شعرك وتجيب نتيجه لشعرك. ده مهم جدا، لازم تكوني عارفاها. هو الاكراتين والبيوتين ده مهمين جدا، حاطين نسبه اكراتين عاليه زائد البيوتين، ودول اتنين بروتين مهمين جدا في شعرنا وبيجيبوا نتيجه سريعه جدا، لانهم اساسا من تكوينات الشعر، والبروتينات دي موجوده في جسمنا. فدلوقتي هقول لك المكونات بتاعه الهير ماسك. اول حاجه طبعا في البيوتين، وفي زيت جوز الهند، انا بص هقرا لكم، وزيت الجوجوبا، وزيت الامله، وزيت جنين. تخيلوا كل المكونات الاساسيه دي، المكونات تانية طبعا علميه، بس دي اهم المكونات. الترطيب اللي بترطب الشعر كويس جدا جدا وبتحسن جدا من ملمسه. التقصيف بيقل جدا لما بستعمل ده، يعني الفتره اللي انا بستعمل فيها الهير ماسك ده انسي التقصيف هيروح من غير قص. لما بجيب تويست اند جو انا بعمل شعري كل اسبوع، بروح للكوافير يعمل لي شعري كل اسبوع، ما بيهمنيش خالص خالص، لاني بستعمل على طول الهير ماسك ده بيعوض اللي انا عملته قبل كده. اكتر حاجه لازم تجيبوه ترطيب مهم جدا جدا للشعر. وطريقه الاستعمال الهير ماسك ده، بتحطيه بعد ما بتغسلي شعرك كويس قوي، بتحطيه على شعرك لمده 10 دقائق. هم كاتبين كده 10 دقائق على شعرك، من اول هنا لغايه هنا، ما بتحطش على الجذور خالص، على شعرك نفسه، لانه ترطيبه عالي جدا. لو حطيتيه على فروه الراس ممكن يسد المسام ويطلع لك قشره، لانه في ترطيب عالي جدا جدا جدا، هو مخصوص بس للشعر. تاني حاجه زي ما انتم شايفين الشامبو الطبيعي. الشامبو ده عبقري، هو طبعا سولد اوت وخلص من عندهم، وانا عملت طلبيه وان شاء الله الحاجه هتجيلي، لان طبعا ده شامبو عبقري، بينظف الفروه كويس جدا من غير ما ينشف الشعر، بيغذي البصيلات، لانك طبعا انت بتسيبيه على شعرك لمده دقيقه. لازم تحطي الشامبو على شعرك لمده دقيقه، واخرك خالص تستعمليه مرتين. وقد ايه انت مش محتاجه تقعدي تدعكي كتير، يا دوب بس بتديه على الفروه وهو بيعمل شغله. هو بيعمل كل حاجه. قد ايه بيعمل على اصلاح البصيلات، قد ايه بيعمل على اصلاح الشعر. الناس اللي بتعمل بروتين في شعرهم، فطبعا البروتين من اول الجذور والحته دي، عارفين بقى الحته بتاعت الشعر دي، طبعا احنا ما بنحطش الشامبو على الشعر كله، فالحته بتاعت الشعر دي هتلاقيها احسن من الشعر ده، لان بجد انا جربت الموضوع ده، فرق غريب جدا 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 في شعري، وفرق قد ايه في فروه راسي. لما بتنضفي الفروه كويس قوي، اي حاجه بقى بتحطيها على فروه الراس بتستقبلها بمنتهى البساطه، وبتديكي الغذاء الصح اللي انت عايزاه. لازم اقول لكم مكوناته. اول حاجه مستخلص الجينسينج، تاني حاجه طبعا البروتين، زيت الارجان، وكمان الاكراتين، ودي حاجه مهمه قوي، فيتامين هي والجريسلين، ومستخلص البازيلا. تاني حاجه الصبار. انتوا متخيلين المكونات عامله ازاي؟ قد ايه حلوه قوي قوي قوي. وانا بحب الماركه كمان، دي ماركه مصريه ودي عجباني جدا، كاتبه كل حاجه بالتفاصيل، غير طبعا الماركات التانية ما بيكتبوش بنفس التفاصيل او بنفس المكونات الدقيقه جدا جدا دي. وبجد المكونات بتاعتها دي انا طبعا مش مستغلياها ولا حاجه، لانها تستاهل كل قرش فعلا، بس انا بالنسبه لي ما اقدرش اشتريها بصفه شهريه، ما ينفعش. اكيد لازم العروض دي، يا ريت يطولوا مده العروض، لان بجد العروض بتاعتهم هايله جدا وحلوه قوي قوي قوي. بجد لازم تجربي الماركه دي، هتجيب لك نتيجه حلوه قوي في اقرب وقت ممكن، وشعرك هيتحسن جدا. تاني حاجه عندهم الليف ان بتاع الشعر، حلوه قوي وريحته حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول حاجه مهمه بس، عشان في بنات كتير بتحب تستعمل السيرم اكتر وهي شعرها اساسا ناشف وخشن وبايظ وهايش وفي كل حاجه، وبتستعملي السيرم بعد شويه شعرك بيبقى بايظ تاني. لازم تستعملي ليف ان. ليف ان يعني كريم، لازم كريم علشان انت شعرك متقصف،
وناشف ومحتاج ترطيب عالي. بتعملي كل الخطوات صح، بتستعملي شامبو كويس، بتستعملي حمام كريم كويس، لازم تستعملي كريم لشعرك لو انت شعرك من نوع الناشف او النوع الهايش او متقصف، لازم تغذيه، لازم تغلفيه كده. فده احسن ليف ان جربه. اول حاجه غني جدا بزبده الشيا وريحته حلوه جدا جدا. تاني حاجه فيه زيت الجوجوبا، تحسي ان انت بتحطي على شعرك بلسم. عارفين البلسم قد ايه بيرطب الشعر وبيفرد الشعر؟ زائد كمان فيه البيوتين والكرياتين كل منتج، فده بيعجبني قوي قوي وبيديكي النتيجه الهايله في اقرب وقت ممكن. زائد المكون الرئيسي اللي فيه زيت الحياه، فدي حاجه كمان كويسه قوي. عايزه اقول حاجه مهمه قوي، ده بيتحط 3 مرات في الاسبوع، ما بيتحطش كل يوم، وبيتحط على شعر مبلول. يا ريت يا ريت تغسلي شعرك وتحطيه، انت مش هتحتاجي تحطي حاجه تاني، تلاقي شعرك حلو قوي. اتكلم عن نفسه، انت بس جربي ومش هتصدقي اللي انت فيه. بس تجيبي الحاجات الصح ليك، ما ينفعش يبقى شعرك ناعم قوي وتجيبي لهم الليف ان ده، ما ينفعش. تاني سيرم معانا، والسيرم ده بيتحط كل يوم على شعر جاف جدا. احلى حاجه فيه انه بيحميكي من الحراره، وبيحميكي كمان من اي حاجه بتتحط على شعرك، وبيحميكي من الميه المالحه، وبيحميكي من الكلور. ده تستعمليه بيخلي شعرك ناعم جدا جدا جدا. لما تحطيه على شعرك، عارفين تيجي تعملي اي ستايل في شعرك يبقى زي ما هو ده. هو بيعملش تثبيت ولا اي حاجه، بس الستايل اللي انت بتعمليه لشعرك ايا كان بقى التسريحه، بيفك التشابك، بيحسن جدا ملمس الشعر، بيرطب الشعر كويس جدا جدا جدا. هم حتى طريقه الاستعمال بتاعته بتحطي 5 نقط، تخيلين 5 قطرات كده وتحطيها على شعرك كله مهما كان طول شعرك ايه. فانت خدي بالك لانه قوي جدا 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 على الشعر. ضميري مرتاح، بعالج شعري على طول اول باول. دي اساسا منتجات لمعالجه الشعر، المنتجات اللي بتعالج الشعر على طول وتديني النتيجه بسرعه جدا. هخش بقى على تاني سيرم، والسيرم ده انا بحبه جدا جدا جدا، وهو ده انا بعشقه. هكلمكم بقى عليه بمنتهى التفاصيل. السيرم ده انا بحبه جدا جدا. ليه بقى؟ السيرم ده بتحطيه على شعرك طبعا 3 مرات في الاسبوع، وفي ناس بتحطه كل يوم وكل واحد حر. هو ده مخصوص لتساقط الشعر، كمان بيرطب الشعر وبيعالج الشعر. قد ايه لو عندك فراغات في شعرك والناس وكمان قد ايه بيوقف التساقط من غير ما يكون فيه مونوكسيديل او اي حاجه بتاثر على الشعر، واول ما تبطليه شعرك يقع. كلها مكونات طبيعيه 100%، زائد الزيوت الطبيعيه اللي بتعالج شعرك وبتغذي الفروه وبتعزز الدوره الدمويه في الفروه، ودي حاجه مهمه. اي حاجه هتحطيها على الفروه من الماركه دي لازم تقعدي تدعكي الفروه. يعني السيرم اللي فات اللي اتكلمت عليه ده بيتحط على الشعر نفسه، ما بيتحطش على فروه الراس خالص. ده بقى بيتحط على فروه الراس. مهم جدا 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 تعملي تدليك بعديه، زي ما هم كاتبين من 8 بخاخات ل 10 بخاخات. لو زودتي عن كده ده في اثر سلبي على راسك او في اثر سلبي على شعرك، ممكن شعرك يقع، ممكن يطلع لك قشره، ممكن يطلع لك التهابات. كل حاجه بالظبط لازم تستعمليها زي ما هم كاتبين بالظبط، هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها في اقل من شهر. والفتره اللي انا كنت بستعمله فيها انا فعلا التساقط عندي وقف من اول اسبوع. لو تساقط عادي، بس انت لو عندك تساقط شديد هياخد معاكي شهر هتلاقي التساقط ده وقف وشعرك رجع وشعرك تقل. في كثافه كده حصلت في شعرك، ما تعرفيش شعر هي الشعر طلع جديد ولا شعري نفسه اتحسن اتغذى، ما تعرفيش ايه السر في الموضوع ده. لان انا كل ما اجيب ده كل سنه بجد بحس ان شعري بعديها ما شاء الله الله اكبر تقيل وشكله حلو وبيطول بسرعه جدا جدا لما بستعمل ده بالذات. واقل من شهر بلاقي شعري طول سريع جدا جدا جدا. واخر حاجه هم عندهم نوعين اسبري اللي يطول الشعر، واسبري لانبات الشعر، فده مهم جدا جدا جدا. الاثنين انا مجربتهمش، انا اصحابي واللي حواليا جربوهم قد ايه حلوين جدا، بس فيهم مشكله واحده ما ينفعش تخرجي بيهم. انت بتحطيهم بعد الشاور وقبل ما تنامي، وتحطيهم 3 مرات في الاسبوع. ليه اللي بيطول الشعر جدا؟ انا صاحبتي كان شعرها كده طول شعرها بسرعه جدا، وخلال اقل من 3 شهور شعرها طول بسرعه جدا. اللي كان كده بقى لغايه هنا بسبب السبراي ده، فده حلو جدا. انا شفت قدام عينيا واصحابي كانوا بيستعملوه، كلها مكونات رهيبه بتساعد على تحفيز البصيله، وكمان بتحفز فروه الراس، وبتساعد على الدوره الدمويه تكون شغاله في فروه الراس، وبتديكي النتيجه بسرعه جدا جدا جدا. ما فيهوش اي مواد كيماويه، ودي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا، لان اي حاجه بتحطيها بتطلع لك الشعر بسرعه، اول ما تبطليها شعرك بيرجع تاني. وده ما حصلش خالص. انا صاحبتي استعملته مره واحده في السنه، ولغايه وقتنا هذا ما جابتهوش تاني، وهي بس ماشيه على السبراي ده. السبراي ده ضد تساقط الشعر، قد ايه بيحمي شعرها وبيحافظ على شعرها. تاني سبراي طبعا لانبات الشعر، الناس اللي عندهم صلع وراثي حاد قوي جدا جدا جدا، او عندهم ثعلبه، او عندهم اي فراغات في شعرهم، السبراي ده حلو جدا جدا جدا. تعمليه بعد الشاور من 8 ل 10 بخاخات، اكتر من كده انت بتدوري شعرك ولازم مع التدليك. وكده انا عرفتكم كل حاجه انا جربتها والمكونات بتاعتها، لان انا بحب جدا اقرا المكونات
بالتفاصيل الممله، وايه اللي بيعمل ايه وده بيعمل ازاي ويجيب نتيجه ازاي، واللي ما جربتوش بقول انا ما جربتوش. وبكده انا اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكمان تتابعيني على السوشيال ميديا بتاعتي انستجرام سناب شات وكمان الفيسبوك. اهم حاجه سناب شات لو عايزه تشوفي بقى انا بشتري منين والحاجات دي كلها لازم تعملي فولو عليهم، اللينكات تحت في صندوق الوصف. وكمان لو انت جديده على القناه كده قلبي في القناه هتلاقي فيديوهات كتير قوي هتعجبك، قلبي فيهم كده. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.